واللي بالنسبة له الحشاش اللي بيلبس مراته قمصان مش هتسيب جوزها يروح يحضن في واحدة ويبص في واحدة شرم. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سامو. زي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفيلم الهندي اللي مش هيخلص اللي احنا مش عارفين نهايته ايه بتاع هبه وجبس مصر واصاله. امبارح هبه مسلم خرجت علينا بلايف، ما اعتقدش ان اللايف ده متفقين عليه بالالفاظ اللي اتقالت فيه والكلام اللي اتقال فيه. لو اللايف ده متفقين عليه تبقى كارثه ومصيبه سودة. الشتايم وكميه الكلام اللي قالته هبه على جبس مصر وعلى مراته اللي هي اسمها اصاله. هو كان عاوز يرد لي مقابل الورقة ديت واعيش مع الحشاشة الثانية. انا بصي انا هبهدل. قال لها جبس في سؤال بس، هي فين قسيمه الجواز؟ فين قسيمه الجواز من الست اللي انت عايش معاها؟ ما طلعتهاش ليه؟ انت بتطلع كل حاجه في حياتك على السوشيال ميديا للناس، اشمعنى قسيمه الجواز دي ما طلعتهاش؟ ولا هو فعلا جواز عرفي زي ما هبه قالت؟ يا خير يا بتاع العرفي، ده ابو 7 شهور، ابو 7 شهور بروح كراب. انا لغايه فتره قريبه قلت ان الموضوع اللي احنا شايفينه ده كله ما هو الا مقلب، بس الفكره كلها وانا بقول ان هو كان في الاول مقلب بس قلب بجد. هي الفكره ان اي عنصر نسائي بيدخل في مقلب مع جبس مصر، جبس مصر بيروح في السكه دي والموضوع بيقلب بجد. انا اقول لكم على حاجه، الترند اللي فات ده فعلا كان حقيقي وكان بيجيب بنات وكان بيزفت على عينه، وانا عشان رجعت له وقلت ده فين. طبعا اللايف اللي طلعت بيه مسلم كان بسبب فيديو جبس مصر حطه على القناه بتاعته اللي هو اصاله حامل. طب هقول لك حاجه يا جبس، انا عايز اسالك سؤال بس. انت كنت قلت قبل كده ان الست دي ملهاش طمع ان هي تبقى يوتيوبر ولا تبقى مشهوره ولا طمع في السوشيال ميديا، امال ايه ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ يعني انا عايز افهم. خلاص كفايه كفايه كفايه، خلاص هو خلاص البتاع هنج. ايه ده كله؟ امال لو كانت عايزه تبقى مشهوره كانت عملت فينا ايه اكتر من اللي انت عامله ده يا جبس؟ ايه طرنش الفيديوهات اللي انت عامله لها وتقول لي ان هي ما كانتش عايزه تبقى يوتيوبر وان هي ما كانتش عايزه تبقى مشهوره؟ يا راجل حرام عليك، ده انت عملت معاها فيديوهات في الفتره دي اكتر من الفيديوهات اللي انت عملتها مع مسلم في حياتك. كنت بقدفه يعني، بقول عليه اللي هو حاجه كويسه، بس دلوقتي خلاص هو خرج عن شغله واخد فلوس يعني كده انتوا عارفين. طب نشوف فيديو الحمل اللي كان سبب ان مسلم تطلع باللايف بتاعها وتقول الكلام اللي هي قالته. يا ربنا يا كريم يا رب. هو انا عايز اقول لك حاجه بس، هي الفرحه اللي انت فيها دي يا جبس مصر، هو انت ما خلفتش قبل كده؟ يا كريم يا رب، الف مبروك يا روحي، الف مبروك الف مبروك، فرحتيني. ان بعد الصبر ده. انا عايز افهم الكلمه اللي انت قلتها، اصبر تجبر او الكلام من ده. هو انت ما كنتش مخلف قبل كده؟ اصبر ايه ده انت لسه عارفها من اسبوعين يا راجل. اصبر ايه؟ انت محسسني ان الست دي معاك بقى لها 20 سنه وعملتوا حقن مجهري وعملتوا اطفال انابيب وفشلت كلها وجايه بتقول لك انا حامل. الاوفر اللي انت فيها جبس مصر والله العظيم بص حاجه تخنق. كميه الاوفر اللي انت بتعملها، الناس بقت فاهماك والناس عارفه اللي انت بتعمله ان هو كله عشان خاطر تخبط ترند وعشان خاطر الفلوس والريتش عندك يعلى. يا جبس مصر انت بقيت مريض بجد، انت محتاج تتعالج صدقني واسمع مني، انت بقيت مريض ومحتاج تتعالج بداء الشهره والترند وان انت عايز تبقى دايما الريتش بتاعك عالي. انت دماغك بقى فيها حاجه مش مظبوطه. انا عايز افهم ايه الفرحه اللي انت فيها دي؟ يعني معلش انت ما كنتش مخلف قبل كده، انت مخلف. بنت الاعراض اللي معايا كريم يا رب، يا كريم يا رب. هو بس الموضوع كله فيه حاجه غلط، يعني الموضوع كله فيه حاجه غلط والحوار اللي انتم مؤلفينه فيه حاجه غلط. انا عايز افهم، انتوا متجوزين بقالكم 10 ايام، فامتى حسيتي باعراض حمل؟ ماشي حسيتي وعملت تيست، امتى حسيتي بتقولي ان الاعراض دي بنت؟ يعني انا عايز افهم، هو انت مين؟ ده ما بيتعرفش جنس المولود الا بعد 4 5 شهور. لا انا الاعراض كلها اعراض ايه يا ام 10 ايام جواز؟ يعني اعراض ايه اللي جات لك؟ هي ما فيش غير اعراض الكهن والمحن اللي انت بتعمليها، يعني هو اللي انا شايفه قدامي ما فيش غير اعراض كهن ومحن انت بتعمليها، لكن ان هي اعراض حمل وان هي اعراض ان هي بنت وانا حاسه ان هي بنت، حسيتي امتى؟ ما انت لا مناخيرك لحقت تصغر ولا بقك لحق يفرقش ولا الكلام من ده كله، ده انت كل الحكايه كلها 10 ايام جواز. انا اهو خلاص اعمله، انا حاسه اكيد حساس الاعراض اللي معايا ان هي بنوته، اكيد جبس رح ينبسط بالموضوع لان هو نفسه بنوته. انا حاسس ان الموضوع كله اللي انتوا بتعملوه كيد وغيظ في مسلم، انتوا بتعملوا كده ليه؟ الله اعلم. أميرة المملكة، الأميرة جاية، أميرة يعني أنت حاسة بجد متأكدة إن هي قبل؟ خلاص والنبي خلاص يا محمد
يعني انا مش فاهم بنت ايه ولد ايه والكلام الفاضي اللي انت عمال تقوله وعمال تعيط وانهيار. ايه يا راجل الانهيار اللي انت فيه ده؟ لو واحد قعد 10 سنين ما بيخلفش الفرحه مش هتبقى بالطريقه المبالغه اللي انت فيها، وعياط ودموع وتمشي وترجع. انت بتضحك بره اصلا، انا عارف انك بتضحك يا ابني. انت مريض والله، انت مريض. اتمني لا يا ست، كل اللي تتمنيه هتلاقيه حاله تحت رجلك. الفلوس اللي انت بتدفعها عشان تسافر فيها اولى فيها الاولاد وروح راضيه مش طبعا المسلمين ما سكتتش عن اللي بيحصل ده، وفلوس ايه يا ابو فلوس والكلام من ده، وازاي ومش ازاي، وما تجيبوش سيرتي ما تجيش على لسانكو، انا انضف منكو. جبت اخري منه، انا ولا بطلع اتكلم فيه ولا بطلع في ستوري وحش اتكلم عليه ولا بطلع اجيب سيرته ولا بالحلو ولا بالوحش. طبعا المسلمين لما شافت الفيديو ما كانتش لا على حامي ولا على بارد، وازاي تجيبوا سيرتي وانتوا مالكوش دعوه بيا، فخرجت لنا باللايف اللي احنا هنشوفه مع بعض. تقول له ايه؟ وفر فلوسك عشان تروح تجيب هديه للمسلم. كل الفلوس اللي انت بتتكلمي عليها دي فلوسه وفلوس عيالي. لا ومسلم مش هتسيب جوزها يروح يخدم في واحده ويبوس في واحده شرع. طبعا انا بتحفظ على الكلام اللي بيتقال والكلام ان هي مش عارف ايه والكلام من ده، انا ماليش دعوه بهي اللي بتقول، هي اللي تتحمل مسؤوليته. تطلع تقول انا حامل وهجيب لك البان تبقى اختي الحبيب مسلم. انت يا معفنه وانت يا معفن تجيبوا بنت رقاصه ولابسه قميص نوم تبقى اختي مسلم وحبيب. انتوا اضرب بعض، وانت اضرب جوزك، وادرى اذا كان كذا واذا كان كذا. بلاش الفضايح وبلاش تجيب في سيرتي وبلاش قميص نوم. ابو كباريه مبسوط وانت بتروح كباريه؟ مبسوط كده؟ مبسوط انت كنت بتصلي؟ وانا ما بقتش فاهم بصراحه انتوا بتعملوا كده ليه؟ الفضايح اللي طالعه قدام الناس، عيالكم بكره لما يكبروا ويشوفوا الفيديوهات ديت، طبعا انتوا هتمسحوها ولا ايه؟ مش فاهم يعني. لما عيالكم يكبروا ويشوفوا الفيديوهات دي قدامهم ويشوفوا ابوه وامه كانوا بيعملوا ايه، هل انتوا هتبقوا شرف ليهم؟ لو الكلام ده مقلب. لكن لو الكلام ده حقيقي زي ما مسلم الست اقسمت وحلفت، انا ما اقدرش ان انا اكدبها. رجعت له وقلت لي فين، وكل الناس مصدقه اللي دوت ترند وفين. بس لا والله لا، اقسم بالله لا. مسلم مش هتسيب جوزها يروح يخدم في واحده ويبص في واحده شرموط. الكلام ده لو حقيقه يا جبس يبقى انت هديت بيتك بايدك. ست محترمه وقفت معاك من اي تو زد، واقفه معاك من تحت، من ساعه ما كنت شغال في الخرسانه وكان عندك سايبر كنت شغال فيه في القمار، انت عارف لعبه كونكر والكلام الفاضي اللي بيتلعب دوت، وربنا كرمك بعد كده بالسوشيال ميديا وهي بقت تطلع معاك، وزي ما بتقول كانت بتعمل لك كل حاجه في حياتك. انا اللي كنت واقفه معاه، ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير اللي هو قاعد على المونتاج يمنتج. انا اللي كنت بدخله الحمام، معلش بقى يا فضايح انا اللي كنت بدخله الحمام. اكل بعمل له، كنت مستحمله معاه كتير بتاع حشيش وخليته يبطل. فانت ما صنتش الامانه. الحمد لله كنت متاكد ربنا يفرحني. الحمد لله ان شاء الله كلنا نتجمع مع بعض ان شاء الله. عايزين تتجمعوا مع بعض ومش عارف وتقعدوا مع بعض وبتعيط، وان شاء الله هبه تبقى معانا وان شاء الله نتجمع في بيت واحد. خلي كده يا رب، ويا رب جمعنا، يا رب جمع الشباب وجمع المسلمين معانا وجمع الاولاد، ربنا يخليهم فينا. ايه يا عم انت فاكر نفسك الحاج متولي؟ انت عندك هسس دلوقتي عشان الفلوس جريت في ايدك، فبقيت تقدر تعمل اي حاجه، تتجوز واحده والتانيه وتجيبهم مع بعض، وبكره يبقى في الثالثه وفي الرابعه. ما هي الحكايه بتبدا بايه؟ بالزوجه الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه. انا ما استحقش كده، انا واحده محترمه وشرقاويه، وهو المعفن ابو قميص نوم وابو بطايه وابو تاتو. قصدي كله في الموضوع يا جماعه ان الموضوع زاد عن حده قوي. الموضوع نشر الغسيل الوسخ بقى كتير قوي 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 قوي. الناس دي فضحت نفسها بزياده. ابو تاتو بمعنى الصح، سايبها تطلع بالتاتو بالقرف بتاعها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر شويه مشاهدات. الناس دي طلعت اسرار بيوتها لما مبقاش في حاجه يخبوها على الناس، بقوا يطلعوا الفضايح. لما خلاص انتوا كل الحاجه العائليه خلصتوها، بقى الفضايح هي اللي فاضله ان نطلع بيها لايف ونطلع نتكلم ونخبط في بعض ونقطع في بعض ونجيب سيره بعض ونشتم بعض. فين الشراقوه؟ فين الدم بتاع الشراقوه؟ فين غيرتك على المسلمين؟ فين حبك للمسلمين؟ انت معفن يلا. اللي عايز اقوله في الاخر، اتقي شر من احسنت اليه. يا ابني انا كل الناس كانت تفضل تقول لي بلاش هوا وانا اقول هوا. انت يا جبس سبت الست المحجبه وبتدور دلوقتي ان انت تخلي اصاله تتحجب. هو الفكره كلها هي اصاله هتتحجب ازاي وهي طالعه بالمناظر اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ ماشي ممكن تتحجب وربنا يهديها يا سيدي، مفيش مشكله. تجيبوا بنت رقاصه ولابسه قميص نوم تبقى اختي نسيم حبيب. يعني انا الشريفه ام طرحه وما بقاش اقول لفظ على حد. بس الفكره كلها انت الريتش ساعتها عندك هيقع، وتدور على واحده برضه مزه عشان تعمل بيها ريتش تاني. هو الموضوع قال لي انا عايز اعمل برضه زوجه ثانيه، والزوجه الثانيه تكون مش مصريه، والموضوع يطول بقى، والموضوع في الاختبارات ان انا اتجوز زوجه ثانيه. يا جماعه والله الراجل ده بيدور على الريتش باي شكل من الاشكال، مش مهم عنده مبادئ، مش مهم عياله، مش مهم مراته، مش مهم كلام الناس حواليهم، المهم ان الريتش يعلى. كل اللي عاوزاه منه اللي هو ولا يجيب في سيرتي ولا ما يجيب في سيرته. انا يا سيدي بعمل محتوى غير بتاعك. انت واحد معاك واحده لمؤاخذه يعني بالكلمه شرموطه وبتلبس مسلوم وعامله تاتو وقاعده. وزي ما قلت لك يا جبس الست دي لو مراتك
زي ما انت ما بتقول طلع قسيمه الجواز، انت مطلع لنا كل حاجه في حياتك، اشمعنى قسيمه الجواز اللي ما طلعتهاش؟ عملت فرح وعملت 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 ورحت وجيت وسويت، اشمعنى قسيمه الجواز اللي ما طلعتهاش؟ الفكره كلها ان هو كان مقلب فعلا، بس قلب بجد، وجبس مصر رجله راحت وغاصت مش هترجع تاني. ما علمش بيا، والناس اللي عماله تقول لي هو كان معاكي النهارده، ايوه من حقه اللي هو يبقى معايا، ومن حقه اللي هو اللي يجري، مش انا اللي اجري، مش انا اللي عليا متوته اجري بالواد واروح اقدم له. يا مسلم زي ما داس عليك مره هيدوس عليك الثانيه، هيدوس عليك الثالثه، هيدوس عليك الرابعه. الفكره كلها ما حدش يقول لي خليك محضر خير والبيوت ترجع لمجاريها والميه ترجع لمجاريها والكلام الفاضي ده كله. يا جماعه اي واحد يستخدم ستات عشان خاطر يتشهر والريتش عنده يعلى والفلوس تعلى، ده ما عندوش اخلاق، ما عندوش ضمير. يعني انت هتطلع بجد تقول ان انت متجوز وكده؟ قال لي هو بس قال لي اي حد يبقى عارف ان دي كانت مرات جبس. قلت له طب وايه المطلوب؟ قال لي شوف واحده صاحبتك اعمل معاها الموضوع ده. بشهاده صاحبك، ده مش كلامي، انت اللي اتصلت بصاحبك وقلت له انا عايز واحده تطلع معايا ونعمل ان هي مراتي، وصاحبك قال لك انا لا مؤاخذه مش بكذا عشان خاطر اعمل لك كده واجيب لك واحده، انت شايفني ايه؟ قلت له اصلا انت كده ايه؟ شايفني غلط، شايفني موال او اي حاجه من الحاجات دي، انا مش كده. يا جبس بلاش اللي انت بتعمله، هيوديك في داهيه، والمملكه اللي انت فرحان بيها زي ما رفعتك فوق هتجيبك اسفل سافلين. انت من غير مسلم ولا اي حاجه، ولاحظ ان الريتش عندك واقع بقاله فتره، ما زادش غير بايه؟ بالهبه اللي انت عملتها ديت. ولما الست دي هتروح لحال سبيلها الريتش عندك هيقع، مش هتلاقي غير المسلم، بس ساعتها تبقى غلطانه لو رجعتي له. مش هيحصل، مش هيحصل، عشان تبقى عارف. انا كده خلصت الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.